في واحد بضلني اشوف منشنات عليه، بس كل ما اشوف المنشن تاعه بدخل الفيديو ما بفهم ليش منشنتوني عليه وبعمل سكيب. طلع لي كتير بمنشنات قبل لما كنت اصور، بس ما حطيت الفيديو تاعه لانه الفيديو تاعه ما بعرف شو هاد بالضبط، بس لسه قاعدين بتمنشنوني عليه، بتمنشنوني على كل فيديوهاته. خليني اورجيكم على مين بتمنشنوني. انا معلي الصوت على فكرة اعلى شي عنده، اعلى شي هيك. م- شو فيه؟ بينزل فيديوهات عصامت، مش انه كمان منزل هو اغنيه والتيك توك شالوا له اياها، لانه كتير هيك بيصير بتيك توك. انت مثلا بتنزل مع اغنيه وبعدين هم بيشيلوا لك اياها لانه مثلا الساوند هذا الاغنيه اللي مستخدمها عليها كوبي رايت. لا مش هيك، هو بينزل الفيديو تاعه بدون صوت، وهيك دائما بيعمل نفس الحركه تاعته اللي هو بالبدايه بيكون لابس لبس غير اللي بده يلبسه باخر الفيديو، انه زي شوفوا لبسي كيف حلو، وبعدين بيعمل هاي الحركه تاعته تاعت هزه الخصر. ليه بتضلكم تبنشنوني عليه؟ شو اعمل؟ شو ردة الفعل المناسبة لهذا الفيديو؟ حرفيا كل فيديوهاته زي هيك. راح اروح اورجيكم كمان فيديو له، كمان هذا منشنيني عليه اليوم. نفس الشيء على الصامت. عمل الحركة هاي انه المفروض هلا يصير لي ترانزيت، راح على جنب على اساس انه شوفوا. بعدين الرقصة تاعته، طيب على الصامت برقص. لسه مكمل. طيب. هاي الحركة لازم يسويها بكل الفيديوهات، هزة الخصر. هو واضح انه فيه اشي، الله يشفيه. ما بعرف بالضبط شو المرض اللي عنده اياه. واضح جدا انه مو على طبيعته هذا الرجال، يعني هيك بنقدر نحكي احنا مو على طبيعته. في فيديو اليوم منزله ان شاء الله يكون هاد بصوت. نادر ينزل اشي بصوت، كل الاشياء اللي بنزلها على الصامت. هو يمكن بفكر انه حط اغنية بس بالاخر بيطلع بدون اغنيه، بفكر يمكن انه هو بينزل الفيديو التيك توك هم اللي بيحطوا له الاغنيه. خلينا نشوف هلا هذا الفيديو الجديد اللي منزله، يمكن حاط فيه صوت. نفس الشيء، والله غريبه، بدون صوت كل فيديوهاته. يعني هو بيصور بالتيك توك كيف بدون صوت؟ يعني عنده بالكاميرا المايك خربان عنده. انا اليوم بدي ادور على فيديو اللي بصوت. انا ما راح اتركه بحاله اليوم، بدي ادور لفيديو بصوت. انا بالحساب تاعه بالتيك توك بيجيب كتير مشاهدات، يعني الناس عاجبهم المحتوى تاعه، مشاهداته بالملايين. فيه اغنية هذا الفيديو، خلصت الاغنية. عنده ديلي شوي، رقص بعد ما خلصت الأغنية. هو المفروض ترقص مع الأغنية مع الترانزيشن، بس هو نسي هذا الشيء يمكن وعمل الفيديو هيك خلاص. آخر إشي عمل الرقصة تاعته على السريع، هاي الحركة اللي دائما بيعملها، هزة الخصر. الله يشفيه من المرض اللي عنده إياه، الله يشفيه بأسرع وقت. خلصت منشنوني عليه لأنه ما بعرف شو أعمل، شو ردة الفعل المناسبة عليه. كيف الواحد ممكن يعمل ردة فعل على فيديو صامت ما فيه أي إشي إلا واحد قاعد بيرقص وبيعمل ترانزيشن على اساس انه هو ترانزيشن، بس هيك بيروح بيبعد عن الكاميرا وبعدين بيرجع بيجي على الكاميرا، انه اساس هيك زبط الترانزيشن خلص. خلينا هلا نروح نشوف منشنات تانية. مليون ريال سعر تذكرة مباراة افتتاح ملعب نادي الشباب الجديد أمام الطائي. مليون ريال عزيزي المتابع، هذه أغلى تذكرة في تاريخ كرة القدم. طبعا التذكرة أكيد لها مزايا، من مزاياها إنك حتحضر جميع مباريات الموسم ببوكس VIP، يدوك عضوية ذهبية في النادي، تحضر تمارين الفريق، ويعطوك قميص موقع من جميع لاعبين الفريق. الله يوفقهم، إن شاء الله يجوا أعضاء نادي يشتروا 100 تذكرة من التذاكر فئة المليون ريال. لكن عن نفسي مستحيل أدفع المبلغ هذا في مباراة كرة قدم. يعني عزيزي المتابع، تخيل أنا حط في خيار يا إني أشتري بيت يا إني أتفرج مباراة الشباب والطائي. انت مو عن نفسك، لا هو عن نفس اي حدا بيحضر الفيديو. ما في حدا حيشتري هاي، ولا حدا يمكن بالعالم يشتريها. يمكن حاطينها هيك عشان ولا حدا يشتريها. ممكن يلي عنده شجرة فلوس يشتري هاي التيكت، بس شجرة الفلوس مش موجودة بالحياة للأسف، فما بنقدر ولا حدا بيقدر يشتري هاي التيكت. زي ما حكى هو، يعني عندك خيار، يا اما بتشتري بيت، بتشتري سيارة، بتشتري يعني اشي مرتب، يا اما تروح بتحضر هاي المباريات ببوكس VIP مع اكل، وكمان مع هذا مشروب. بيعطوك كمان مشروب، المي ببلاش بيعطوك اياها كمان. يلا شو بدك احسن من هيك؟ شو فيه؟
شو هاي المباراة؟ مباراة مين هاي؟ مباراة اللي حتحرر فلسطين؟ مباراة التحرير؟ شو القصة؟ كيف أصلا حطوا هذا المبلغ لهاي التيكت؟ هم جد متوقعين إنه في حدا يشتري؟ مين بده يشتريها؟ هذا إيلون ماسك؟ إيلون ماسك ما بعرف بيحضر مباريات ولا لا. أصلا يلي معاه مليون هيك يرميها عشان يحضر مباريات، ما أتوقع يكون فاضي عشان يحضر مباريات. هيكون جدا مشغول بحياته، لأنه دائما قاعد بيشتغل عشان يوصل لهذا المبلغ من الفلوس، إنك أنت تضيع مليون هيك. إشي جدا غريب. لهاي الدرجة في ناس بيحبوا الكرة إنه ممكن يشتروا تيكت بمليون. أنا كمان شفت في تيكت ب22,000 ريال. مين بده يشتري هيك تيكت يا أخي؟ قولوا هاي مبلغها يعني أوكي معقول للمليونير للبليونير، بس مليون تضيع مليون عشان بس تحضر مباريات؟ لا أبدا. او بين اني اشتري سياره فخمه ولا اتفرج مباراه الشباب والطائي. لكن نفترض في سيناريو خيالي اني ثري ثراء فاحش واشتريت تذكره بمليون ريال. حيكون عندي شروط كثير. اول شرط انه هذه المباراه تكون الاخيره في تاريخ كره القدم وما حد يشوفها غيري. ثاني شرط انه المباراه هذه تكون نهائي كاس العالم. ثالث شرط انه بيليه ومارادونا وكرويف يلعبوا المباراه هذه. حتقول لي هذول اموات، ما يخص، انا دافع مليون ريال اتصرف. وتجيب لي رئيس الفيفا يجلس جنبي في المنصه يحلل المباراه، وتجيب ميسي وكريستيانو يجيبوا لي مويه واكل، وتجيب امبابي يسوي لي مساج في رجلي. دافع مليون ريال. الصراحة بحق لك تطلب كل هاي الشروط، معك حق 100%. حتى المعتزلين بكرة القدم لازم يجوا يلعبوا بهاي المباراة، حتى الميتين لازم يطلعوا من قبرهم ويلعبوا بهاي المباراة. أنا دافع مليون ريال. ما صح، معك حق 100%. أنا متفهمك يا أخوي. مستعجل، تسريحة ومكياج، المرأة منتظرتني اليوم الزفة. ميوت للأغاني. هاي الأغنية بيستخدموها على كل الحلاقة، يا أما هاي يا أما الثانية. شو كانت؟ مدلل البيت، واحدة منهم بيستخدموه. هذا إجا هيك بحكي له إنه اسمع مستعجل بسرعة بدي إياك هذا تحط لي مكياج، زي كأنه مشي عادي المكياج. اوف ما شاء الله. لا يا اخي هذا الحلاق بيكرهك، حاقد عليك هذا الحلاق. في اشي انت مسوي له اياه؟ ركز شوي، راجع نفسك. في حساب ما حسبته يا زمان، رحت عنده تحلق وما حسبته، اعطيته اقل من سعره اللي بالعاده. في اشي غلط، لانه هذا بيكرهك. شو هاي التسريحه؟ بتشبه جيمي نيوترون بهاي التسريحه. كل اللي بيروحوا على هدول الحلاقين اللي بيصوروا دائما بيحكوا مستعجل. دائما ببدايه الفيديو اسمع انا مستعجل. راح افوت لكم هلا على الحساب تاعه لهاد واورجيكم. اي واحد تاني حالق له نفس الاشي حيحكي مستعجل. ابوك عريس ومستعجل، مكياج وتسريحه، والمره منتظرتني وجاي يدق علي. شو والله العظيم اول فيديو بكبس عليه من لما فت الحساب على السريع مستعجل. كلياتهم بيكونوا مستعجلين. مستعجلين على شو؟ انا كبتكم على شو مستعجل اخوي؟ شوف نفس الشيء ميوت، كله نفس الاغاني كمان. حكيت لكم كلهم بيستخدموا يا هي يا اما مدلل البيت. واحده منهم عمل له المكياج، يا سلام، حط له الفاونديكليكس، حط له الشاينينج لايتس، شاينينج لايتس حمرة. اوكي، بستخدم كمان الفرشاية الفسفورية سشوار. لا تسوي جيمي نيوترون زي هداك، اعطينا اشي جديد على هاد. كله جيمي نيوترون، كلياتهم جيمي نيوترون، ما في امل. اوكي، قول هذا احسن شوي من هداك. يمكن هداك لانه بدأ يصلع فعشان هيك طلع شكله جدا غلط. حلو بس بدون يعني المكياج. كل اشي تمام كان، بس انه بدون هذا الزهر اللي حاطه والحمرة اللي حاطتها. هاي ما إلها داعي. بعرس، بمناسبة، شو ما كانت، اي حفلة كانت، المكياج للرجال ما بصير. احسن يعني الواحد يتفاداه، لانه الرجال حلو هيك يكون ناشف بدون مكياج، بدون اشي، على طبيعته يكون، يطلع على طبيعته. اما مكياج وما مكياج شو ما كان، تمثيل، اعراس، التلفزيون، احسن لا. صدق أحس إني أحب الشاهي أكثر من العصير. شوف العصير نزلته هنا، ما أعرف يا أخي، أحس العصير وقت الصبح ما هو حلو. الشاهي ما أدري شو أقول لك، بس إنه يعني حاجة حارة على الصبح مرة يعني. والعصيرات المعلبة أكثر شيء. خلاص سديتي نفسي خلاص. إيش فيك؟ تبغين شاي هذا الشاي، تبغين عصير هذا العصير. خلاص يلا صباح خير. أسولف لك يا أخي. لا تسولف الصباح، لا حد يسولف. كلي هذه النعمة قدامك. أنا نفس هذا الرجال. الصبح لا حد يحكيني. الصبح أول ما أفيق بحاول أستوعب كيف أنا إنسان، وبديت حياتي. بدأت الحياة خلص. هلأ بدأت بدي أطلع آجي. أنا فقت كيف أنا إنسان. أسئلة كتير بتجيني الصبح وآخر الليل، كتير أسئلة بتسألها. بدنا نحرر القدس،
بدنا نحرر القدس. بدك تحرر نفسك بالاول. بدنا نحرر القدس. هدول اللي بدهم يحرروا القدس، شوفوا صوته كيف، بدنا نحرر القدس. بدنا نحرر القدس. معظم الفوفو بويز اللي بيحاولوا ينعموا صوتهم ببين عليهم واضح جدا انك بتنعم صوتك. لا تحاول تنعم صوتك، تحاول تكون يعني انثى، تقرب قد ما بتقدر على انك تكون انثى. ما في امل، حيطلع صوتك جدا غبي نفس الصوت هذا. بدنا نحرر القدس. ارجع لحقيقتك يا اخوي، خلص بكفي تضحك على حالك على اساس انت انثى ورقيق، تقعد تنعم بصوتك قد ما بتقدر. رح تضلك هيك تنعم بصوتك لامتى؟ طول حياتك حتعيش وهيك وانت بتحاول تنعم بصوتك. نفس الشيء حرية برلين، أسوأ صوت بسمعه بحياتي. ضحكته لحالها مصيبة، هذا زي الماعز الضحكة تاعته بالضبط. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير. في امان الله.